استشعار عظم الأمانة الملقاة على عواتقكم، فأنتم رجال القوات المسلحة وحماة الوطن، أنتم حماة البلاد المقدسة، بلاد الحرمين الشريفين، جيوش العالم تناضل وتحارب عن التراب والطين، وأنتم تدافعون عن العقيدة والدين، فحياتكم هذه رباط وموتكم شهادة. قل لي بربك أي حياة أكرم من هذه الحياة؟ ينبغي علينا أن نكون بحجم هذه الأمانة العظيمة والثقة الكريمة، القائد في قيادته والخفير في خفارته. أحسنوا نياتكم واجعلوها خالصة نقية لله رب العزة والجلال، فوالله ما نصرت جيوش المسلمين عبر التاريخ من عدة وعتاد، وإنما عزنا بالدين ونصرنا بنصر الله تعالى وثباتنا باتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يحفظ ويرعى إخواننا المرابطين على الحدود، ونسأله عز وجل أن يكبت أعداءنا وينصر ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والمؤزر فذي مملكتي موطني خير البلاد، لها نبض خفوقي وترنيم فؤادي.